أهلا وسهلا أصدقائي الأعزاء في قناتي محمود المصري للصيانة الكهربائية. النهاردة هيكون معانا درس جديد ومبسط لكل إخواتي الفنيين. النهاردة هنقول وداعا لاستخدام حجرة الشحن بتاع السخان. هنشوف طريقة تركيب شاحن السخان اللي هو الأدبير. يلا بينا نشوفه على الطبيعة. زي ما احنا شايفين دلوقتي ادي السخان اهو. انا فكيت الوش بتاعه عشان تشوفوا كل حاجة على الطبيعة. تمام. قبل سابق احنا عملنا هنا اهوت المفتاح والبريزة للتحكم في الشاحن. هنا المفروض دي الحجرة بتاعتي اللي كانت راكبة. الحجرة النهاردة سعرها ارتفع اهو، مفيش حجرة. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا خدت الطرفين اللي هو الموجب والسالب اللي داخلين على الحجرة اهو، وجبت الشاحن بتاعي، ركبت القطعة ديت اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. تعال نركب الشاحن بتاعي ونشوف السخان هيشتغل ازاي. ده شكل الشاحن بتاعي اهو. ده 2 امبير اهو. الشاحن اهو مكتوب عليه 2 امبير اي سي. تعالوا نشوف طريقة التركيب. انا حطيت دلوقتي كده، حطيت الشاحن بتاعي وتم توصيله. دلوقتي اصبح ان الشاحن بتاعي مش شغال. ليه بقى؟ انا دلوقتي عامل زرار للتحكم للبريزة، ده منه للامام زي ما احنا شايفين اهو. هنفتح، هو دلوقتي بيتكتك، لازم نفتح الموتور بتاعنا ونشوف الميه. احنا فتحنا الموتور بتاعنا عشان ضغط الميه. دلوقتي الشاحن حطيناه، هنشغل كده، اصبح السخان شغال. هنيجي هنا اهو، هنقرب شويه تحت، مكان الحجره زي ما احنا شايفين اهو، مفيش. السخان بتاعي النار شغاله. دلوقتي انا قفلت الميه بتاعتي وعاوز اعمل دايره امان. بدوس وبكده نكون قفلنا الوش بتاعنا. هنعمل تيست. هفتح دلوقتي، هفتح الميه بتاعتي. عندي السخان اهو درجه الحراره في التزايد. تكون من هنا حلقتنا، ويا ريت لو الشرح عجبك ما تنساش تدعم القناه باشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات اخوكم محمود المصري.